سؤال بفكرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال ده كويس جدا 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 وفكرته كويسة. هنا بيسألني بيقول لي كم عدد جزيئات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن دورة كريبس واحدة لجزيء واحد من حمض البيروفيك. أنا عندي أكتر من طريقة للحل في السؤال ده. بصوا يا جماعة، الأول هو أنا لما تحولت البيروفيك، لما بدأت بيروفيك، هل ظليت بيروفيك زي ما أنا؟ لا، حط في دماغك إن البيروفيك ده 3 كربون، فتحولت لمركب تاني لما فقدت ثاني اكسيد الكربون، فتحولت لحاجه اسمها الاسيتايل. تمام كده؟ وانا بفقد ثاني اكسيد الكربون لما تحولت من البيروفيك للاسيتايل، فقدت الكربون ده كام كربون؟ ده 2 كربون وده 3 كربون، فقدت ثاني اكسيد الكربون. كان معايا نادي اتفقدت بس ما علينا، مش جزئيه الجزئيه دي. طيب هنا بيسأل عن دورة كريبس واحدة، يعني دخلت دورة كريبس. حلو كده؟ كنت داخل ب2 كربون، اتحدت مع 4 كربون كانوا مستنيين جوه، فتكون مركب 6 كربون. انا ده اول ذره لو انا بدات من عند مين؟ من عند البيروفيك. حلو، ده اول فقد لثاني اكسيد الكربون، اكتبها في جنب هنا. جميل. بعد كده اسيتايل اتحد مع 4 كربون فتكون مركب سداسي الكربون. المركب ده لو الناس بتفهم وطالب يعني ذكي شويه هيروح يقول لنفسه طيب هو من 6 كربون ل 4 كربون الفرق ما بينهم كام ذره كربون؟ ذرتين كربون. يبقى هنفقد مره ثاني اكسيد كربون لما تحول لخماسي الكربون اللي هو الالكايتو جلوتاريك، وهيرجع يفقد كمان ذره ثاني اكسيد كربون لما تحول ل4 كربون اللي هو حمض السكسينيك. ما عليك الاسم مش عليك. طيب يبقى دورة كريبس الواحدة فقدت ذرتين ثاني أكسيد الكربون، مع عملية تهيئة البيروفيك يبقى دي 3 ذرات كربون. يبقى هقول له الإجمالي فقد ثاني أكسيد الكربون هو 3 CO2. سؤال فكرته جميلة جدا، وأي سؤال هتظهر فكرته كويسة هعمل لكم له فيديو.